خلصنا النص الاول من رمضان ومسلسلات كتيره اتعرضت، والنهارده احنا جايين في البودكاست ده عشان نتكلم عن افضل المسلسلات اللي نزلت في النص الاول من رمضان. معايا كابتن مارك برسوم، افضل مونتير على وجه الارض. النهارده قرر ان هو ينزل عشان نتكلم عن المسلسلات. حبيبي عامل ايه يا مارك؟ تمام، انت اخبارك ايه؟ كله جميل. كله جميل. المسلسلات السنه دي ايه؟ السنه دي يعني كان المفروض يبقى في منافسه اكتر من كده، او حاجات توقعات اكتر من كده تبقى الدنيا احسن، بس حسيت ان هي السنه دي زي السنه اللي فاتت زي اللي قبليها، مفيش تحسن الا في مسلسل او اتنين هو اللي ابتدينا نشوف تغيير. ف يعني حسيت ان الدراما ممكن تبقى احسن من كده، او الدنيا تبقى احسن من كده. ممكن النص التاني يبقى يفرقنا في حاجات تانية، بس النص ده الدنيا مش احسن حاجه. حسيت ان في حاجات رتمها واقع، حاجات استسهال زي ما كل سنه بتحصل، بس يعني على العموم الدنيا لطيفه، يعني مش كارثيه برضه. طب نسال السؤال الاول، هل النص الاول في 2025 احلى ولا النص الاول في 2026؟ النص الاول ما انا قلت لك هم جدا. الكابتن هم زي ما بقول لك كده، هم قريبين من بعض، شبه بعض، اخواتي وحاجات لا قريبين من بعض. قلبه ومفتاحه. يعني بص، عايز اقول لك ان السيزون اللي فات كان فيه الدنيا كانت احسن بكتير. الدنيا كانت احسن. انا متفق معاك، السنه دي النص الاولاني ما كانش افضل شيء، رغم ان في مسلسل او اتنين لا هم اللي كلوا الساحه وهم افضل حاجه. طيب نبتدي بالكلام على ايه؟ ممكن نبتدي بهي كيمياء. اوكي، اكتر مسلسل كوميدي. معاك المايك، خلينا بس نوضح اول للناس بدون حرق. المسلسل بطولة مصطفى غريب ومعاه زياد. مصطفى غريب ابوه بيموت، وبعدين مره واحده بيظهر له اخ، والاخ ده تاجر مخدرات، وبنرجع بقى نشوف الحاجات اللي بتحصل ايه، خصوصا ان هو مثلا عاوز يتجوز ومش عايز ان هو يرتبط بهذا العمل، وبيحصل بقى ايه بعض الحاجات الكوميديه. مصطفى غريب ضحكك السنه دي؟ جدا جدا، بس يعني هو ضحكني. هو اقول لك اشغال شقه كان بيضحك، وهنا كان بيضحك برضو، بس فاشغال شقه كان بيضحك في الاطار بتاعه، في الحته يعني محطوط له لاينز بيمشي عليه فبيضحك في اللاينز ده، تمام. انما هنا هو ابتدى ياخد حريته اكتر، وده ضده، يعني ضده عليه. ليه؟ دلوقتي انا ممكن ارمي 50,000 افيه، تمام، واللي يضحكوا 3 4. هو بيبتدى يعمل المدرسه دي ان هو يرمي افيهات كتير جدا، ضحك. مثلا الحلقه ممكن يطلع منها 5 6 افيهات تضحك، تمام. ممكن يستسهل كمان في مواقف تانية في القصه. حسيت ان القصه هو عمل ايه، مسلسل الكيف بس كوميدي. هو بعيد ان هو قال اصلا في المسلسل ان ده الكيف، قال لها كافيه، بس حسيت ان هو ايه، خد الريتم. الموضوع سهل، ان هو الموضوع زي المسلسلات التقليديه، كليشيهات، فاهم؟ اخوه طلع وبعدين ما اعرفش ايه، كل الكليشيهات. حتى لما قفلوها ان هم اتخطفوا، انا كنت متوقع ان القفله ان هيتخطفوا او هيحطوا نفسهم في تجربه تانية للمخدرات والكلام ده، نشوف لو في جزء تاني او بس هم راحوا بنفس الفكره، ان المسلسل المفروض يبقى كوميديا اكتر. هو في كوميديا حلوه جدا، بس مش الكوميديا اللي احنا عايزينها قوي. في الافيهات الكتير، افيهات مبالغ فيها، كانت بتجزع، تمام. فبالنسبه لي لا، مصطفى غريب كان عامل دور حلو جدا، وانطلاقه حلوه، بدايه حلوه كدور اول. تاني حد ممكن اشيد فيه بالمسلسل ده ميشيل ميلاد. ميشيل ميلاد، انا واحد من الناس، انا عملت له مسلسل قبل كده، مسلسل صغير 18 حلقه كده، كانت حلقات صغيره 5 دقايق. فانا ميشيل ميلاد قبل ما يتشهر انا كنت شفته على الحقيقه، كان عامل كذا كاركتر في المسلسل ده وكده. ميشيل ميلاد بجد عبقري، بجد بيعرف ياخد الشخصيه، بيركبها، بيروح لحتت بعيده، بيعمل الحاجات بسهوله جدا، سهل ممتنع، فاهم؟ دياب كان تحفه. انا بس كان عندي تحفظ في كام حاجه كده، الدمويه الزياده في المسلسل ده، ان انا مثلا الصباع والمعرفش ايه، جاي من هنا. هو اللي فينا كل شويه ضحكنا على الحوار ده كتير قوي.
والراجل اللي موت نفسه دي صعبه اصلا، يعني ده موت نفسه ما اعرفش ايه وخدناه فيه. اماني حجازي، اماني حجازي في الساده الافاضل احسن ولا في المسلسل؟ لا اماني حجازي طبعا. العويل كان اعلى. العويل ده كان فظيع. العويل ده كان بيهلكني ضحك جدا يعني. بس هو هنا برضو كان دوره حلو، بس كنت متوقع منه اكتر. يعني هشام ميلاد ممكن يبقى افاته احسن او رياكشناته احسن، بس هو هنا ما عملش. يعني هو كان في مشهد دراما بينه وبين مرات حجاج، كان فرح اللي هي فرح يوسف، كان مشهد عظيم صدقني، هو يجي منه. بس يعني شويه بشويه هو هيخش في الحاجات دي. فرح يوسف عملت دور حلو جدا 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 برضه. فرح يوسف من الممثلات اللي لسه ما عملتش عمليه تجميل، ده في حد ذاته كريدت. بس فلا عملت دور عظيم يعني. بس المسلسل في المجمل يعني خفيف تمام. كان في حزق في الافيهات كتير، بس لو كنا شلنا الحزق بتاع الافيهات ده كان هيبقى مسلسل. انا شايف ان هو كان ممكن يبقى اقل اصلا من 15 حلقه مثلا، كان 10 حلقات. انا مش شايفه ان هو 10 حلقات فعلا، كان هيكون اقل. احنا بنفكر اصلا ان بعد كده يبقى في 10 حلقات في رمضان. يبقى المسلسل بدل ما يبقى 15 تعمل 3 مسلسلات في فبدل ما تعمل مسلسلين في السيزون تعمل 3 مسلسلات. فلا يعني هو مسلسل حلو، بس في حاجات اللي هي الكوميديا السخافه دي بس اللي كانت ايه الزياده، بس كان بيضحك يعني لو احنا عايزين نقول ان هي كيمياء مسلسل ترشح الناس اللي هي تتفرج عليه وهتضحك وهتتبسط. طبعا في حاجات كتير قوي حلوه، لكن لسه مش بمستوى اشغال شقه. انا كمان عندي مشكله مع علاقته مع اخوه اللي هي اتطورت بطريقه فظيعه. حسيت ان الحته دي اتكروتت، حسيت ان الحته دي كانت ممكن تتزق شويه، ان لا تبين مواقف اكتر ما بينه وبين اخوه، بحيث ان يبان ان هم في ظهر بعض. انما مره واحده انا في ظهر اخويا وما اعرفش ايه. طب ايه اللي خلى احول مشاعرك كده؟ فاهم؟ انا في العموم ما بحبش ادي ارقام قوي، بس انت شايف هي كيمياء كام من 10؟ انا شايفه 7 من 10. اتفق معاك، لسه كنت انا 7 من 10. ده اول مسلسل متفقين في الريتنج. تمام. ننقل على حاجه تكون اكتر شويه في حته منها دراما. كان يا مكان، انت شفته لحد فين؟ انا وصلت الحلقه الخامسه. انا كملت لحد دلوقتي، وبجد بجد كان يا مكان من المسلسلات اللي مستفزاني عاطفيا بطريقه كبيره جدا. في مسلسلات حلوه معموله حلو، في تمثيل حلو ممكن تعجب بيه، بس انا كان يا مكان ده انا بشتم كل الشخصيات بالنسبه لي كلها مستفزه. انا لحد دلوقتي انا متضايق من طيبه ماجد الكدواني الزياده، انا مش فاهم. يعني هو لا ده كمان لو كملت بقى لا التيمه بتزداد، وبجد يعني انا ببقى عايز امسك يسرا اللوزي وامها اديها بالجزمه على دماغها. لا بدون حرق يا جماعه، المسلسل كان يا مكان بيبدا ان هو ماجد الكدواني ويسرا اللوزي الاثنين المفروض متجوزين. بيصحى من النوم ماجد الكدواني بيلاقي مراته مش موجوده، راحت فين؟ بيدور عليها، بيتصل بيها مش موجوده، راحت فين؟ بنشوف مشاهد ليها وهي بتسافر وبترجع وبتروح تقعد في كافيه، وبعدين بترجع اخر اليوم تلاقي جوزها عامل لها سربرايز ومفاجاه ويلا عيد ميلادك النهارده ومش عارف ايه، وبعدين اول حاجه تقولها له طلق. ومن هنا بتبدا الاحداث ان هم بيتطلقوا فعلا، وبنشوف تاثير هذا الطلاق على اولادها والعلاقه بتاعتهم ازاي بتتدمر قدام. انا اتفرجت على اول 5 حلقات، فما اعرفش سبب الطلاق ايه لحد دلوقتي. لا وانا جاي لك من المستقبل ولسه لحد دلوقتي السبب مش معروف اصلا، غير ان هي مضطربه يعني نفسيا، كانت بتتعالج لمده 7 سنين عند دكتور نفسي، وهي اصلا جوزها ما كانش حاسس بيها وجوزها ما كانش بيعتني بيها وكل هذا الكلام. هو المسلسل حلو جدا، رتمه مش هادي مش سريع، رتمه ماشي واحده واحده تمام. يعني اول 5 حلقات ما حسيتش بيهم اساسا، من الحلقات صغيره، ده حلو. المزيكا بتاعته حلوه جدا، النوستالجيا اللي في الاول بتاع كان يا مكان والتتر اللي في الاول حلو جدا. بس انا حسيت ان المسلسل عايز مش مكتوب افضل شيء، في حاجات عايزه تتظبط شويه، عايز يتسرع سيكا. حاسس الريتم هادي جدا، اللي انا ممكن اتفرج عليه وانا شغال وانا بعمل حاجه تقدر تعمل ده. فاهم. انما ما اقدرش اتفرج يعني ابقى مركز معاه على طول، هزهق. ده اول مسلسل كتبته شيرين دياب بعيدا عن اخواتها، فهي طالعه الحلقه
ككتابه، فهم الباقي كانوا اخواتها كانوا بيساعدوها برضو اكيد في بعض الاشياء. انا عندي مشكله معاها كتابيا، في شخصيات كتيره قوي مبرراتها وحشه، في شخصيات كتيره قوي مش مظبوطه. بس بما انك ما كملتش بعد 5 حلقات فمش عايز احرق عليك، بس انا رايي ان انت لازم تكمل المسلسل عشان حتى تشتم باقي الشخصيات زي ما انا بشتم. انا هكمل المسلسل، انا كده كنت هكمله حتى، يعني انا وصلت الحلقه ال5 وداخل في ال6. بس انا رايي ان المسلسل ده كان محتاج يتشد شويه، حاسس رتم بطيء شويه، بس مع الرتم والبتاع وماكت بني اسطوري طبعا. والبنت الصغيره مش فاكر اسمها ايه، لا كانت حلوه برضه في كتالوج. شاطره جدا وليها مستقبل حلو يعني. من اول 5 حلقات تدي ريتنج كام؟ لا انا مش هعرف احكم على مسلسل من اول 5 حلقات لان انا هبقى بظلمه اللي انت شفته. بس هو ريتنج 6 من 10 لان انا مش انا هديله 7.5. وبالنسبه لي هو تاني احسن عمل السنه دي، ولسه رقم 1 هنقوله في الاخر. ماشي، ممكن 2 غيرنا. هنا بقى 2 غيرنا. انا شفت 5 وانت وصلت لحد بص، فانت كمل بقى، احكي القصه. لا كمل، احكي اللي انت شفته، انا مش هعرف احكي. ماشي. عندنا آسر ياسين ودينا الشربيني، كل واحد فيهم بيعيش حياته بشكل مختلف، بس الاثنين عندهم هيستوري ان هم الاثنين اتجوزوا قبل كده وطلقوا، او على الاقل كان في علاقات سابقه. بنبدا ان احنا نشوف العلاقه دي هتوصلهم ان هم في نقطه ما هيتقابلوا. دينا الشربيني طالعه ان هي ممثله، وآسر ياسين طالع ان هو مدرب كره يد، ومسلسل خفيف وكوميدي فيه رومانسيه ودراما كومباوندات بعيدة قوي عني، مش عارف اريليت معاهم، ولكن المسلسل ممتع. المسلسل ده انا اتفرجت على 10 حلقات في يوم. تمام. المسلسل ده على قد ما هو لطيف والدنيا فيه لطيفه، على قد هو فيه حاجات مش احسن حاجه. يعني مثلا ان هو الصدفه اللي جمعته بينه وبين دينا الشربيني وعلاقتهم، يعني هو صدف كتيره قوي. هو كان اصلا كمان هو كان في مشهد انا مش عايز اتجوز، مش عايز ارتبط، وراح لدكتور نفساني قبليها. بعدها بكام مشهد بيشوف دينا الشربيني ويحبها. فايه ده يا جماعه؟ لما مش هو اصلا قعد دينا الشربيني الاوفر عندهم اصلا غير مبرر. ازاي اصلا ممثله كبيره كده وعندك ممكن تعملي، كنت سافري اصلا قاعده معاهم ليه؟ ازاي انت اصلا حبيتها بسرعه كده؟ انت اصلا لسه بتقول انا مش عايز احبه ومش قادر. وبعدين كمان مختلفه عنه، يعني عالمه العالم بتاعه مختلف عن العالم بتاعها. هي الفكره كمان ان دينا الشربيني تمام من الناس اللي مثلا من كامل العدد وحاجات تانية كتير، هي تقريبا ما غيرتش الستايل بتاعها، فاهم؟ بحس ان هي بتمثل بنفس لو كنت شفتها في لا ترد ولا تستبدل كنت شفتها في لا ترد ولا تستبدل، كانت كويسه جدا. هي كانت كويسه، بس حاسس ان هي مش طالعه من نفس الكونسيبت، فاهم؟ هي اللي هي الشخصيه اللي هي الهاي اللي هي معاها فلوس مستريح، فاهم؟ مش ما تطلعش بره الزون ده. بس دينا الشربيني بتمثل حلو جدا، تمام. آسر ياسين طبعا عالمي، بس فكره ان هو يقول لها اللي انا مش قادر اكمل وبعدين يرجع. النهارده المفروض الحلقه نزلت، الحلقه الاخيره، وشفت بوستات كده اتحلقت لي ان هم اتجوزوا. طب ما ده كليشيه برضو، فاهم؟ والله هو في سبويلر حصل، بس انا مش عارف يعني قريت بس يعني هو قال لها انا مش قادر اكمل معاكي عشان بنته ولا عشان ابنه ومراته القديمه حربوقه راحت بدون حرق طبعا. احنا مش بنحرق خالص. فالموضوع حسيت كليشيه قلب كليشيه في الاخر. انت تقييمك ايه للمسلسل لحد دلوقتي؟ برضه 6.5 من 10، لان هو المفروض حسيت ان القصه احسن عايز اسرع كده برضه شو، عايز نرتم اسرع، مش اسرع. يعني في مثلا احمد حسن، تمام، حلو ولا يعني؟ انا شايف ان هو كويس جدا، كويس، بس هو عامل دور قريب منه. القصه بتاعته بعيدا عن اللي احنا المسلسل طلعتنا واشمعنى احنا من اصحابه الوحيدين اللي في المسلسل مركزين مع احمد حسن في الزون دي. أيوة. تمام، في حياته هو، تمام. طب ليه باقي اصحابه مش ليهم قصص فرعيه؟ يعني لو كان ليه اصحابه ليهم قصص معانا
كان الموضوع هيبقى احسن بكتير. شوية. تمام. طيب انا شايفك من غير نسايك 6 من 10، وحقيقي ممكن تتفرج عليه في وقت هادي قبل النوم. هو مسلسل نضيف قوي كده متلمع. لما هدي نفسك كده بقى، سيبك بقى من الضرب والشتيمه لا بحبش انا الحاجات دي. فهدي اعضائك شويه. هو مسلسل نضيف متلمع بس. الشابو بقى الشابو يوسف الشريف. انا عندي كلام كتير قوي انا عايز اقول على يوسف الشريف. انا تعبت. ليه يوسف الشريف يعمل مسلسل بهذا السوء؟ ليه؟ يوسف واستنى الشريف. بس يا جماعه، يعني انا مش عارف رايك بس انا متاكد ان هو وحش. اقول لك على يا جماعة حاجه، يوسف الشريف السنه دي وحش. انا من مشبحين يوسف الشريف بس مسلسله وحش. يوسف الشريف بعد لعبه ابليس رتمه نزل. انت وصلت للحلقه كام في مسلسله؟ انا شفت 8 حلقات وبعيني عشان اتفرج عليه. لا انا اتفرجت على 13 او 14 حلقه. بص يوسف الشريف تمام، عايز يطلع بره تيمه معينه، تمام، تيمه اللي هو الغموض قوي وكده، عايز يحط سنه فن وكده وعصابه وما اعرفش ايه. المشكله حتى في الانترفيوز بتاعه بيقول انا دمي مش خفيف، تمام، بس التيمه بقى والاخراج والكتابه هي اللي ممكن تخلي الدنيا دي. فهم علشان يلغوا النقطه دي خلوا رتم المسلسل سريع بلا هدف. احنا ناس بتاع اديتنج ما شاء الله، الحلقه زوم ان زوم اوت كات حتى مش عارف وفي جامب كات كتير اول مره. كات كتير قوي. هو يعني معلش يوسف الشريف مش حافظ بيتكلم بيحصل له جامب كات، يعني ايه اصلا؟ يعني ازاي مش هو يوسف الشريف مش حافظ الكلام ده غريب بالنسبه لي. طب انت قاصد ايه؟ يعني المخرج بتاع المسلسل انت قاصد ايه؟ انت عايز توصل ايه من الجامب كات كتير، الكاتات كتير، السرعه في الريتم، انت والمزيكا عاليه قوي. في لاين في المسلسل برضو كان بيضايقنا قوي اللي هو بتاع ريم مصطفى. احنا ادينا حلقه اتكلمنا حكايه ريم مصطفى بس. انا اصلا مش عارف اتفاعل مع ريم مصطفى. هي شكلها مستفز بس فانت ولا عارفه تمثلي. انت اصلا كانت طالعه من هيستوري شعبي او هيستوري بسيط. انت باينه حتى انت وانت لما رجعنا فلاش باك اللي انت هاي كلاس، فده مش منطقي. انت هاي كلاس بتعمل كل ده. فانت لا المفروض كنت تعملي الدور اللي انت بنت بسيطه او غلبانه او فقيره. انت ما عملتيش ده، تمام، ما اقنعتيش ده. وحس التريكات اللي بتتعمل سهله وعبيطه وساذجه، تمام، ممكن تلعب احسن من كده. الثلاثي اللي بيمثلوا معاه حلو، تمام، وشيريا يا عادل من هو كده انا ما عنديش مشكله خالص مع شيريا بتمثل معاه من ساعه يعني في 50 مسلسل قبل كده. الثلاثي اللي معانا نفسهم هم اللي دمهم تقيل، ومع انهم دمهم خفيف في الحقيقه، بس واضح ان المسلسل مش مساعدهم. هو كان دمهم خفيف في اول كام حلقه، بعد كده ابتدى ايه الموضوع يعني يبوخ خلاص بقى، ما فيش افات. يعني الافات حتى اللي بيقولوها مش سانده. وبعدين 30 حلقه 30 حلقه هو كان يخلص في 15 صراحه. يعني ليه؟ انا مستني مفاجآت في الحلقات الجايه. اتمنى. انا مستني. انا مكمل مع يوسف الشريف، يعني في مسلسلين انا مكمل معاهم بس عشان عايز اشوف اخرهم. هو ابتدى فن الحرب وفخر الدلتا، لان انا برضو هنروح لفخر الدلتا. انا بس ندي تقييم ليوسف الشريف الاول ولا فوق التقييم؟ يوسف الشريف فوق طبعا على راسي، بس وحش مسلسل وحش. 5 من 10. 5.5 يلا عشان يعني بس نعلي عليك شويه. ان هو عايز يبقى احسن من كده في حاجات كتير قوي. حاسس ان الدنيا حتى الالوان بتاعته مود كده ما تفهمش يعني مود وحش ولا مود غريب كده. فوجع لي عيني حتى، فاهم؟ فوجع لي عيني في المشاهد ووجع عيني في البتاع، والمزيكا عاليه. فحاسس ان هو في حاجه غلط في التيم، في الاخراج كله بتاع العمل، ان هو ممكن كان يبقى افضل من كده مليون مره. طيب نخش على فخر الدلتا. انا عندي كلام كتير قوي انا عايز اقوله، بس عايز اسمع رايك الاول. خلينا بس نتكلم. احمد رمزي، هادي بسيوني، اول اخراج كامل لهادي بسيوني، اول بطوله مطلقه لاحمد رمزي. هو اصلا ما كانش عمل حاجات كتير قبل كده. المسلسل بيتكلم عن السوشيال ميديا، وان هو حد كان في الدلتا او في عاوز ان هو يعمل حاجه ويبقى كرييتيف، جات له فرصه ان هو يشتغل في شركه، وفي مشكله عنده ان هو عنده ديون، فبنشوف من هنا المواقف اللي زي دي. قول لي ايه رايك في المسلسل؟ فخر الدلتا انا بالنسبه لي انا مش بقيمه كمسلسل دراما او مسلسل ينزل في رمضان.
انا بقيمه كحاجه بتنزل على اليوتيوب، زي الافلام الكلاسيكيه على اليوتيوب والحاجات اللي بتنزل على اليوتيوب. ليه؟ هو خارج بره فكره الدراما، تمام. اول تجربه لهادي بسيوني، اول تجربه لأحمد رمزي، معاهم ممثلين كتير حلوين جدا وشطارين جدا وتقال جدا. في مشكله في المونتاج كمان فظيع، في كذا لقطه مستفزه جدا. هو هادي بسيوني انا متابعه من جدا من ساعه المراجعه النهائيه، ومتابعه جدا، كنت بستنى فيديوهاته جدا وبحبه جدا على المستوى الشخصي جدا. هو شخص فاهم جدا سينما. انا حسيت ان هو ما ذاكرش قوي العمل ده، هو ذاكر، هو عامل كادرات حلوه في بعض الاحيان. اللي عرفته انه كان 15 وبعدين اتحول ل 8. ما ده بقى دي المشكله، دي اللي خلاه في الكتابه تفرط منه، تمام. ليه فرطت منه؟ اللي هو ده مثلا ايه الحاجات اللي مثلا فيها حزق كتير وبقيت اجريها؟ مشاهد السطح. لا مش مشاهد السطح بس، مشاهد السطح اصلا كانت ممكن تبقى اقل من كده، انا معاك، تمام، لان مشاهد السطح برضو اوفر. في مشاهد بقى تانية خالص دي بقى بتستفزني، ان هو لما بيحط في دماغه حاجه بيتخيلها فبنروح لخياله. انا عجباني كفكره، مش كل مره بتظبط، بس في مرات بتبقى كويس، بس مش كل مره هتوريني خيالك مستفز قوي، فاهم. انا ما عنديش مشكله مع الافات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا، وكانه احمد رمزي بيقول الافات بتاعته انها بتعجبني وبيعجبني الحاجات دي، بس انت ك ك ك ك كسكريبت رايتر او حد كاتب، لا انت لازم تحط دراما اكتر من كده، تبقى في ايموشن اللي اكتر من كده، في تفاعل. انا بحس ان انا بتفصل بالحاجات اللي بتحصل دي، يعني مشاهد السطح زياده عن اللزوم، تمام. انا كان عايز اشوف الشركه اكتر، عايز اشوف، انا ده عالم المؤمنين عايز اشوف. انت دخلتني عالم الاعلانات، انا بحب الاعلانات وهو اصلا هادي بسيوني بيحب الاعلانات، فاهم. فانت هادي بسيوني ركز بقى على ده. انت ليه رايح لحته اصلا بتاعت السطح مش احسن حاجه. انا ازمتي مع المسلسل ان هو كل حلقه ممكن تبقى حلقه وحشه قوي، ممكن تبقى حلقه حلوه قوي، ممكن تبقى حلقه متوسطه، مفيش ايقاع للحلقات. انا اول حلقتين الدنيا فصلت، من اول حلقه الثالثه بدات تثبت، الحلقه الخامسه كانت جميله جدا، الحلقه الثامنه او التاسعه كانت جميله جدا. اللاين الحب اللي يبتدي ما بينه وما بينها، اللاين ان هو اللي يجي يعرض افكاره فتتلفت فيحاول يطلع فكره حلوه، ممتع. انا عايز اشوفه بينجح. مثلا اللاين بتاع حجاج عبد العظيم، الفكره ان هو ازاي استرد فلوسه ساذجه جدا اوفر واتعملت بطريقه وحشه. في حاجات كتيره كانت ممكن تبقى احلى، خصوصا ان احنا متوسمين خير في الاثنين. بص انا شايف ان انا كان كمان اللي انا عايز بقى، كان نفسي اشوفه في المسلسل البلد، عايز اشوف هيستوري ليه في البلد او مواقف. انا كان عاجبني المشاهد اللي في البلد اللي في اول كام حلقه على فكره، تمام. انت ليه بقى ما نلغي السطح ونعمل مواقف في البلد؟ البلد انا كنت بضحك جدا في المواقف بتاعت البلد والحاجات بتاعت البلد انت ممكن تطلع منها حاجه. انا ممكن الحلقات الجايه ممكن يبقى في مشاهد في البلد، بس انا شايف ان هو لو كان 15 حلقه كان هيختزل كل الحاجات بقى، كان مشاهد السطح هتختزلها، الخيال اللي هو بيروحوا كتير اوفر ده انا اختزله. كنا هنشوف مسلسل الكتابه فيه حلوه، الدنيا ملمومه، الكوميديا فيه سلسه، هو يجي منه مسلسل يجي منه. ده اول تجربه. انا 30 كتير، انا مش هحكم عليك اول تجربه، انا شايف ان مسلسل بحبه على مستوى الشخص ده اللي يخليني مكمل. انا شايفه مسلسل يوتيوبي ينزل يوتيوب على اتفرج عليه وانا باكل كده، وانا برضو شغال زي مسلسل، بس ما مش قادر افكر في ان المسلسل ده ممكن يعمل، يعني اقول هو مسلسل كوميدي مش رمضانيه اصلا، وكمان هو مش مصنف، يعني هو مش مصنف كوميدي دلوقتي، يعني هو في دراما اكتر من الكوميدي. الكوميدي قايمه على الافات اللي بيقولها احمد رمزي بس، فاهم. طب الناس اللي حواليك فين الكوميديا اللي فيها او قليله؟ بحس في فقر في الموضوع. بس هو كاول تجربه هديله 7، انا هديله 6 7 7 لان اول تجربه، لان انا بحب الناس دي. خلاص 6.5 عشان الناس دي انا شايف ان هم لو عندهم بوتنشال. هم عندهم
فلما يدوا اداء بعد كده او يعملوا حاجه بعد كده هتبقى عالميه. تمام، بس يذاكروها صح، يذاكروها صح ويطلعوا بره اللاين ده بس. ايفن عين سحريه احلى مسلسل، المسلسلات كلها هنا. هو هنا رغم ان عنده مشاكل، بس مشاكله تعدي 1,000,000% على الايجابيات والحاجات الكتيره اللي هو فيه. احلى صوره سينماتوجرافي، احلى تصوير، احلى كادرات، احلى مونتاج، الوان، في كتابه حلوه، في قصه حلوه، في تمثيل كويس. فانا تمام، انا ما عنديش اي مشكله خالص مع اي مأخذ يتخذ عن المسلسل. انا مبسوط رغم ان الكادرات دي مش يعني انا شايف فيها سكه ابتكار شويه في اختيارها. في زي ما تقول ايه ثوره على بعض طريقه تصوير بعض الحاجات، لان دي مش متعودين عليها. ولكن اوفر اول انا ما عنديش اي مشكله معاها. طيب. انت شايف ايه؟ انا هتكلم عن المخرج سدير مسعود. يعني هو فرض عضلاته قوي في المسلسل ده. عرف يبين لك كل حاجه بتفصيله. مفيش حاجه متاخده في المسلسل ده ملاش قصد، مفيش كادر، مفيش حاجه تتدلى فيه، مفيش حاجه في كل كادر ملاش معنى. انت لو رجعت بصيت على اتفرجت على المسلسل ده بتركيز هتلاقي كل مشهد في حاجه بتوصل لك معنى. اذا كان الصوره بتاعت مامته اللي هي عند اهرامات وهي شايلاه، اذا كان بقى في تفاصيل كتير في البيت عندهم، او في لما بيقابل زي الاوضه اللي قاعد فيها زكي. يعني كل تفاصيل هو مهتم بالتفاصيل بطريقه مرعبه جدا، لدرجه ان انت بتشوف بعين عظيمه. يعني انا عايز اتفرج على المسلسل ده تاني عشان اشوف التفاصيل اللي هو مهتم بيها دي. دي حاجه. تاني حاجه، انا كواحد مونتير عجبني المود الالوان اللي هو عامله جدا. في ناس كتير بتقول لك اصل انتوا ليه الدنيا ضلمه، ليه الدنيا يا جماعه يعني هو مش ضلمه، هو ده مود الوان هو عامله، مش عامله في كل حاجه. لو رجعوا يبصوا تاني هيلاقوا في مشاهد كتير هو مش عامل المود ده فيه. هو عامله مثلا في المشاهد بتاعه البيت، المشاهد اللي هو بيبقى في الدنيا غامقه قوي. يعني هو ذكي كمان، يعني لما الدنيا تبقى غامقه قوي بيزرق الشاشه شويه، الالوان شويه، فالمود بتاع الازرق ده بيبقى جاي فبيبين لك ان الدنيا زرقاء. لما بتروح المكتب مثلا عند شهاب الدنيا مصفره شويه، بين لك ان الدنيا صفار والدنيا فيها تركيز. لو ركزنا في الحاجات دي هنطلع حاجات كتير قوي. المشاهد هو والبنت اللي بيحبها بسمه دي، ولا اسمها اسماء. المشاهد منوره جميله. لو مسكنا بقى المسلسل بقى في العموم، انا ممكن نقعد من هنا لبكره مظبوط نتكلم في كل حاجه اذا كان عصام عمر اداؤه اللي بيتطور بطريقه مرعبه. انا باسم السمره ده يا جماعه، لا باسم السمره ده جامد جدا. محمد علاء برضو هو التريو ده هو ما كانش باين في الحلقات الاولانيه، بس هو اول ما ابتدى نخش في الاحداث هو اول ما ابتدى في الحلقه السادسه او السابعه حاجه زي كده يا جماعه. من اول ما ابتدى دخل في المسلسل انا حاسس ان هو معايا من اول المسلسل. فده شيء هو بدا متاخر، بس فيلن كما يقول انا حسيته اللي هو معايا من اول المسلسل. الاحداث كلها بتتقفل صح، يعني الخيوط كلها اللي بتتبني بتتقفل صح، مفيش خيط ما بيتقفلش. اللي هو حتى لما قبضوا على تاجر المخدرات ما سابوش وسابوه. الراجل اللي هو بتاع القصر اللي هو زي قصر الكباب كده، اسمه ايه اللي هو بتاع الكفته اللي هو بيعمل اكل مفاسد ده، اتقبض عليه برضو في الاخر. ما سابولكش اللي هو سابوه ومشوا. لا هم بيقفلوا اللاينات حلو جدا، بيقفلوا الكلام كله بطريقه حلوه جدا. المزيكا تحفه. عندي تحفظ، بس عندي تحفظ ان كان مثلا في مشاهد بيحط مزيكا كده وخلاص، مشاهد قليله قليله قوي. ان المشهد يعني هو واخوه واقفين بيتكلموا عادي حط المزيكا. طب ليه؟ المشهد بتاع القبر لما بقى عارف ان ده عظيم جدا. لا كل حاجه مدروسه حلو جدا. لسه شفت بوست حد بيتكلم ان المشهد القبر مثلا، القبر هنا كان مطرب بتاع باباه وقبر مامته نضيف. تفاصيل. انا بقول لك المسلسل فيه تفاصيل بطريقه خلت مع اداء الممثلين، مع التفاصيل الاخراج،
مع المزيكا مع المونتاج الحلو مع كل حاجه خلت المسلسل ده افضل مسلسل أفضل ومرعب. مسلسل أكيد في رمضان ممكن يبقى 100%. ليه مسلسلات صغيره بس يعدي. تعدي. اوكي، انا برضو بقول لكم يا جماعه لازم تشوفوا عين سحريه، لو ما شفتوش في رمضان شوفوه بعديه لما يكون الكلام عليه خلص. هو اصلا ترند ويستحق ان هو ترند، وانا شايف ان هو ريواتشبل جدا، ممكن تتفرج عليه كمان اكتر من مره. 9.5 من 10. 9 من 10. انا حابب اللي هو يبقى واخد النهارده اخر حلقه المفروض هنشوفها. هنشوف بقى النهايه، بس انا حتى لحد دلوقتي انا مبسوط وشايف ان حقيقي حتى انا استمتعت. هو ده المسلسل بتاع رمضان 2026. لما هاجي افتكر رمضان 26 كان فيه. نورتنا يا مارك. شكرا ليك. فيديو كده خفيف معانا، نورنا مارك المونتير وصديقي العزيز. حبيبي. ان شاء الله تبقى تيجي معانا تاني في النص التاني من رمضان، حبيبي. واشوفكم ان شاء الله في بودكاست جديد. سلام.